السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، بغض النظر عن ان احمد عيد عبد الملك قال كلام كتير في النادي الاهلي وتصريحاته دايما كانت ضد النادي الاهلي، الا انه مجتهد ولازم ياخد حقه كمدرب وكلاعب برضه. تاريخ احمد عيد عبد الملك مع الفرق اللي دربها وقادها في مسيرته: الصعود مع بني عبيد للدوري الممتاز به، والصعود مع النجوم لدوري المحترفين، والصعود مع النجوم لدور ال 16 في كاس مصر، والنهارده بيصعد بغزل المحله للدوري الممتاز وباداء متميز جدا ونتائج اكتر من ممتازه. طبعا بالتوفيق في الدوري الممتاز وصناعه تاريخ تدريبي مميز زي ما كان لاعب مميز. قال في تصريحاته بعد الصعود بغزل المحله للدوري الممتاز انه سعيد جدا بالصعود بفريق كبير زي غزل المحله وعودته لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، وان اكتر حاجة اسعدته وبتسعده لما شاف جماهير غزل المحلة فرحانة، وان مجلس ادارة غزل المحلة دايما بيدعم الفريق وبقوة. وقال كمان ان هدفه التواجد في المربع الذهبي للدوري الممتاز، وان ده بيجي خطوة خطوة ومع الوقت. وقال ان الاجواء في ملعب غزل المحلة افضل من اي ملعب في مصر او غير اي ملعب في مصر. طبعا كل التحيه لاحمد عيد عبد الملك، وانه يحلم يوصل غزل المحله او اي نادي بيدربه لابعد نقطه في المسابقه اللي هو بيشارك فيها. دي حاجه كويسه جدا وحلم مشروع لاي حد مادام بيجتهد وبيسعى انه يوصل فريقه للمكان ده. احمد عيد عبد الملك كان لاعب كويس جدا ولعب لانديه كتير وكمان لمنتخب مصر، وكلنا فاكرين مع الكابتن حسن شحاته احمد عيد عبد الملك كان عامل ازاي. نروح بقى النجم الاهلي والنقطه المهمه اللي حابب اتكلم فيها. امام عاشور بعت لغزل المحله برقيه تهنئه بمناسبه صعودهم للدوري الممتاز، والتهنئه مكتوبه على صوره موجود فيها امام عاشور لما كان في غزل المحله من فتره كبيره. حاجه محترمه جدا وكويسه جدا، بتبين لك ان امام عاشور ما بينكرش الجميل مهما وصل ومهما حصل معاه، ومهما وصل لاكبر الانديه دايما فاكر ناديه، وانه عاش هنا واتمرن وزامل لعيبه في غزل المحله، ولذلك هو من غير ما يتردد نشر الصوره دي وهنا فيها نادي غزل المحله. ودي حاجه صعب تلاقيها في ناس كتير، انك تفتكر ماضيك وتعرف ان بدايتك مهما كانت صعبه ومتعبه الا انها هي اللي وصلتك لنهايه سعيده وناجحه جدا. نقطه مهمه وحبيت اتكلم فيها، ويا ريت نشوف كل الناس في حياتنا قبل ما تقول انا دلوقتي مين تفتكر هي كانت ايه. وفي مثل شهير جدا بيقول من فات قديم تاه، طبعا كلنا عارفين المثل ده كمصريين. يا ريت ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وما تنساش تدعمني بلايك جميل واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان استمر في فيديوهاتي، والسلام عليكم.